السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى أنكم تدعمونا بالاشتراك لأن القناة تتعرض لهجوم غير مسبوق من طرف الذباب الإلكتروني الجزائري. ونبدأ في تفاصيل الخبر، وقبل ذلك لا تنسوا الصلاة على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. أوامر صارمة من جلالة الملك محمد السادس لوزير الفلاحة والصيد البحري، بحيث أنه أخبره على أنه خاص يوفر أعياد الأضحى بشكل كبير للمغاربة، وأنه يوفر جميع المواد التي تستعمل في عيد الأضحى كالفحم والعلف ومجموعة من الأشياء التي يستخدموها المغاربة في عيد الأضحى. وكذلك أخبره بأن تكون أعياد الأضحى بأثمنة جد مناسبة، وأنه كذلك قد استجاب وزير الصيد البحري وزير الفلاحة والصيد البحري للتعليمات السابقة للملك محمد السادس، بحيث أنه طلب مجموعة من التدابير، بحيث أنه يسترد مجموعة من الأكباش وكذلك مجموعة من المواد التي تستعمل في عيد الأضحى. وكذلك أخبرنا مصادر موثوقة على أن العيد الأضحى، قال صاحب الجلالة على أنه لا يمكن للمغرب أن يمر سنة بدون عيد، لأن بزاف ديال الأخبار تناقلت على أن العيد لن يكون في المغرب، وأن أغلب المغاربة ما غاديش يعيدوا. وهذه الأخبار فقط مضللة وتساهم بشكل كبير في الطعن في مصداقية وجودة الحياة بالمغرب. نعم، نحن نعيش غلاء أسعار غير مسبوقة، وكذلك كذلك القدرة الشرائية للمواطن هبطت بزاف، لكن لدينا صاحب الجلالة الملك محمد السادس راعي هذه الأمة بتعليماته السامية. سوف تحظر جميع المواد التي تستعمل في العيد، من بينها أكباش العيد، وقد تكون بواحد الثمن مناسب. فأبشروا إخوتي المغاربة. نشكركم على حسن تتبعكم، والمرجو أن تدعمونا مشاهدينا الكرام، ولا تبخلوا علينا بالبارتاج والجيم وتعليقكم حول الموضوع إن استفدتم، وشكرا.